أن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تقوم بكلامه الحجة، والخطر كل الخطر في مخالفة كلامه، فلا يستوي حينئذ كلامه مع كلام غيره، حتى وإن كان غيره جليلا بين الناس. انتبه، حتى لو كان القائل هو أبو بكر نفسه، كلامه لا يكون ككلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومش كل كلام جميل يصلح أن تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. علم الحديث. علم الحديث هو العلم الكفيل بذب الكذب والخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أحذر من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعا لأئمتنا علماء الحديث: الإمام أحمد، يحيى بن معين، سفيان الثوري، الإمام مالك. من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس حديث قدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري. هذا الحديث حديث باطل. قال الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي. أهل ذكري، أهل محبتي، أهل شكري، أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها، وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذا كذب 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 كذب. ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا باطل لا أصل له. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي. أحاديث موضوعة. صلوا وراء كل بر وفاجر. هذا الحديث ضعيف. إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض. هذا باطل. إياكم وخضراء الدمن. أهوت مثل عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. هذا كذب. برضو الحديث القدسي: أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد. يعني الكلام ده برضو هذا كذب لا يصح. كذلك برضو الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا لا أصل له. وحديث: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا. هذا واهن ضعيف. يعني قصص واهية. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدة، هذا أيضا ضعيف لا يثبت. من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا أيضا حديث لا أصل له. حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا باطل. الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بيعه، هذا منكر أيضا. اطلب العلم ولو بالصين، هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى زكاة الفطر، هذا ضعيف. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا موضوع كذب. أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا كذب. أحاديث موضوعة. من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم أمن من الفاقة في هذا اليوم، هذا كذب. طيب النبي قال هذا الكلام؟ ما قالش. يبقى هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ليس خيرا. يبقى ليس خيرا، لأنه لا فرق عند العلماء بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه. احنا الآن متعرضين لفكي الكماشة، إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه. إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الاستدلال، وإخراج الحق منه إنكار الأحاديث الصحيحة. إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. فأنتوا لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع، تطلع برضو تقولوا يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء. ليه انتوا راكنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تقعدوا تقولوا فيه ليل نهار؟ لماذا لا تبحثون؟ لماذا لا تتعلمون؟ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.